مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله معانا مرض جديد من أمراض الحمام اللي بتصيب الحمام وبتصيب الطيور بشكل عام. هنتكلم بإذن الله عنه بالتفصيل. هو مرض الكنكر يا جماعة. مرض الكنكر يا جماعة بيصيب الطيور بشكل عام، ده بيكون لعدة أسباب يعني، ومجموعة أسباب بيصيب فيها الطيور، بالذات في الظروف المناخية اللي احنا يعني اللي بنحس بيها، زي السجعة والهواء والجو ما بيكون فيه رياح وكلام من ده، الدنيا مبتبقاش نضيفة. احنا معانا النهاردة يعني حالة برضه كانت عندي في المكان اللي أنا عامل مربي فيه. زي ما انتم شايفين كده قدامكم، ده فرد حمام مصاب بالكنكر. المشكلة اللي هو ما كانش بياكل، وفيه إسهالات خضراء، وكمان فيه زي حاجة كده عاملة زي الكورة كده في الحلق بتاعه، ولا بيعرف ياكل وبيعرفش يتنفس وبيشربش مية. المشكلة اللي هو ما فيش أي استجابة. كان لازم أتخلص من الفرد ده، ولازم برضو اللي أنا نجيب أدوية ونجيب مضادات حيوية للحمام اللي عندي، ونحاول ان انا نحسن من القطيع عشان ما يصيبش مجموعة القطيع اللي عندي او الحمام الموجود عندي. ده يا جماعة المرض ده بيصيب الجهاز الهضمي في الطيور عامة. بيكون فيه اسهالات، وبيكون فيه زي تجبنات كده واصفرار في الحلق بتاعهم. بيكون فيه وهن، حتى اللي بيكون مصاب بيه بيكون ما بياكلش. بيكون معزول كده شوية، بتحس ان هو مكمشان. كل الحاجات ديت بيكون أعراض، يعني دي أعراض. ده بسبب إيه؟ بسبب العليقة بتكون ملوثة، بيكون برضو بسبب الجو مش مظبوط، حر ساقعة كلام من ده. أنت مثلا لو اشتريت مثلا حمام من بره أو حاجة زي كده، بيكون عندك ممكن يكون حامل المرض ده. دي بتكون مشكلة. احنا بنحاول نتجنب، وبنحاول احنا نجيب مضادات حيوية، وبنجيب ألف ده تلاتة ه فيتامينات وأملاح معدنية. وبنحاول ان احنا ننظف المكان عندنا عشان ما يكونش فيه اي مرض او اي مثلا زغلول او حمامة يكون حمل المرض ده تصيب بيه بقية القطيع. دي المشكلة الكبيرة. زي ما انتم شايفين كده قدامكم، انا ذبحت الزغلول ده يا جماعة، وزي ما انتم شايفين كده لو نطلع دلوقتي من زوره ده التجبنات ديت عشان نوريكم بإذن الله بالفيديو. وذبحته هتشوفوا برضو الجهاز الهضمي انا عامله ومشرح، يعني بحيث ان برضو الناس اللي ما عندهاش فكرة او عندها مصاب حاجة بحاجة زي كده، تكون عندها ايه، معرفة بالمرض ده. احنا بنحاول يا جماعة بكافة الطرق اللي احنا ننظف المكان عندنا. احنا لو عندك قطيع او عندك برج او عندك قطيع، لازم تنظف المكان بتاعك، ولازم اللي انت تهتم بالقطيع بتاعك وتحط له مصدر اكل ومصدر ميه نظيف، واكل ما يكونش مصاب او يكون حامل للمرض، عشان تتجنب باذن الله الخسائر اللي بتكون في المزرعه. زي ما انتم شايفين كده قدامكم، انا كده ذبحته يا جماعه. وزي ما انتم شايفين كده ده كان سدد المجرى الاكل بتاعه والميه. زي ما انتم شايفين كده، دي التجبنات يا جماعه اللي بتكون في الحلق بتاعه، اللي هو بتخلوش يعرف ياكل ولا يشرب ولا كلام من ده. زي ما انتم شايفين كده، انا بنحاول برضو ان انا نوريكم عشان برضو الناس تبقى عندها فكره عامه يا جماعه، عشان ايه؟ باذن الله لا قدر الله مثلا حصل اي حاجه عندك في القطيع، تعرف ان انت ايه، تعالجه باذن الله. زي ما انتم شايفين كده، ده يا جماعه، دي انا لو كنت سيبته شويه يعني، كان صحته كويسه خالص. ده انا لو كنت سيبته شويه كان هيبقى هينسخط زي ما بقول، ما كانش هياكل خالص، وكان البتاعه دي كانت هتكبر اكتر. كنت تبقى عامله زي الكوره، كانت هتسد المجرى بتاعه التنفس والاكل والميه، وكان كده كده كان هيموت. انا لو عندك او انت لو عندك نفس المرض ده يا جماعه، لازم تتخلص من الزغلول ده، او حتى على الاقل تعزله، وبتجيب له اي حاجه مضاد سموم، مضاد فطريات، بحيث اللي هو يبقى تحاول يعني ان انت تتلاشى اي حاجه زي كده موجوده عندك في القطيع اللي عندك. دلوقتي باذن الله الفيديو بتاع التشريح دلوقتي انا هوريه لكم برضو جاي اهو. اهو زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، دي الامعاء بتاعته، شايفين الامعاء خضراء ازاي؟ ده بسبب المرض يا جماعه. دي بسبب المرض. وكمان دي كمان لو انا كنت سيبت الزغلول ده فتره اكتر، كان هيبان المرض اكتر في الامعاء بتاعته، وكمان كان في الرئتين كان هيبان اكتر. كان زي ما انتم شايفين كده اللون عامل ازاي،
والكبدة زي ما انتم شايفين كده. الكبدة عاملة شايفين كده عاملة لونها يعتبر غامق اصلا. ده مش طبيعي لان هو كده كده مصاب بالمرض. هنفتح دلوقتي الحصلة، هنفتح دلوقتي المعدة بتاعته. شوفوا، شايفين اللون ده يعني حاجة. دي أصلا أعتقد يمكن موبوءة من جوه، حاجة يعني كانت ريحتها ما كانتش كويسة بسبب المرض. زي ما انتم شايفين كده، دي التشريح بتاعه والشكل المصاب بالكنكر يا جماعة. سواء الكلام ده بيكون سواء في الطيور أو في الحمام أو في الفراخ، على حسب نوع الطيور اللي عندك. زي ما انتم شايفين كده الكبدة بتاعته أصلا لونها أصلا مش طبيعي. ده فلاجيل يا جماعة، احنا بنشتروه بتاع أطفال وبناخدوه وبنحطوه للقطيع اللي عندي على المية. بالإضافة للفلاجيل يا جماعة، اللي احنا بنجيب كمان بنجيب أي أملاح معدنية، وبنجيب أي حاجة بتكون منضفة للمية، سواء بنحط له مثلا خل، أو بنحط أي حاجة اللي هي تنضف المية، عشان لو المية قدر الله اللي هي فيها التعب ده ما يشربش بقية اللي هي القطيع. وبنجيب أي مضاد حيوي، مضاد سموم من أي صيدلية يا جماعة. بتلاقوا الحاجات ديت في أي صيدلية بيطرية، بتلاقي مجموعة الحاجات دي كلها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت لو انت بتشوفنا اول مره ما تنساش تشترك في القناه، ويا ريت تفعل الجرس انت عشان توصلك اشعاراتنا باستمرار. ولو عندك سؤال او عندك اضافه يا ريت تكتب لنا تحت الفيديو في التعليقات، وباذن الله نجيب لكم يعني لو في اي حاجه جديده باذن الله اللي احنا هننزلها على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.